انا ساره، وفي الفيديو ده هكلمك باختصار عن ازاي تضيع وقتك. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، ازاي تضيع وقت. واكتر سبب مهم بالنسبه لي واللي انا شايفاه اهم حاجه هو الاخير، فهسيبه للاخر عشان بحب اتكلم عنه بصراحه باستفاضه شديده. من اكتر الحاجات اللي بتضيع الوقت هي الجدالات. الجدال بجهل منك او بجهل من الشخص اصلا اللي انت بتكلمه، او جدال لغرض الجدال نفسه، مش لغرض ان احنا نوصل لهدف معين في الاخر او لحاجه نستفيد بيها كلنا. لا، الجدال لغرض الجدال، وخاصه جدالات السوشيال ميديا. فلو عايز تضيع وقتك جادل كتير جدا. بيضيع وقت ناس كتير قوي في التكثر في كل حاجه. التكثر في الكورسات، اي كورس يشوفه عايز يدخله، اي كتاب يشوفه عايز يقراه ويحطه لستة القراءه، اي برنامج ديني يشوفه عايز يشترك فيه. فهي ليست بكثره الاعمال ولكن بما تتقنها. بينتهي ان الشخص ده بيبقى قدامه مثلا وليكن 100 حاجه بيوزع مجهوده فيهم، وليكن مثلا 1% هنا 1% هنا 1% هنا. فالنتيجه في الاخر ان هو ما بيكملش في اي حاجه نتيجه الملل، بعد ما يكون ضيع وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا على حاجات كتير قوي، فما بيلاقيش نتيجه مرضيه في الاخر، ما بيلاقيش نتيجه لحاجه واحده بس على الاقل، فبينتهي ان هو بيتقفل من ده كله وما بيكملش في اي حاجه منهم. فلو عايز تضيع وقتك، تاني حاجه وهي انك تشترك في اي حاجه تقابلها، اي كورس، اي كتاب، اي برنامج عايز تشترك فيه، اشترك في اي حاجه تقابلها. وعلى قد ما تقدر زود سله الكتب، سله الكورسات، سله اي حاجه، افضل اجمعها وعبي فيها لحد ما تتملى للاخر وما تبداش في اي حاجه منهم، او وابدا فيهم كلهم. وبرده من اكتر الحاجات اللي بتضيع الوقت هي انك تكون لطيف زياده عن اللزوم. ايوه، انك تكون لطيف زياده عن اللزوم، يعني تفضل تتكلم مع ده وده 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 وده، وفي الاخر تنسى نفسك، تنسى فعلا ان انت عندك اهداف. تشغل نفسك بناس مش اولويه بالنسبه لك، مش مهمين جدا بالنسبه لك، مش محطوطين في اقرب 5 بالنسبه لك، فتضيع وقت على كل واحد منهم شويه، ويفضل حتى تفكيرك مشغول بيهم بعد ما حتى الموضوع يخلص. فتنسى انك تقعد مع نفسك، تنسى انك تطور نفسك فكريا، تنسى انك تطور نفسك جسمانيا بالرياضه مثلا، تنسى انك تطور نفسك في اي حاجه، تنسى ان انت تقعد مع نفسك. فالوقت اللي بيتبقى لك في الاخر اقل من انك تحقق فيه نجاح يذكر. حط نفسك دايما اولويه، اتعلم ان انت تقول لا. من الحاجات اللي بتضيع وقت كبير قوي برضو هي السهر والنوم المتاخر والنوم الكتير. بصراحه مقتنعه ان مفيش كتالوج للنوم، مفيش حاجه اسمها من 6 ل 8 ساعات. في ناس بتنام 4 ساعات وبتصحى ما شاء الله نشاط وحيويه ويومهم بيبقى جميل جدا وبيبقى كله نشاط. فمفيش كتالوج لنوم، مفيش حاجه اسمها من 6 ل 8 ساعات، ده اقتناعي الشخصي. يمكن قاعدة من 6 ل 8 دي مثبتة علميا، بس أي إثبات علمي أو أي دراسة بتتعمل وبتتاخد برأي الأغلبية. يعني دي مش حاجة نقول إن هي قرآن هيبقى 100% ينطبق على جميع البشر، لا، مفيش حاجة اسمها كده. فزي ما النوم القليل خطر جدا عليك وخطر على مخك وخطر على خلاياك بيخليها تموت او تنكمش بدري ويخليك عرضة اكبر للزهايمر لما تكبر، وزي ما النوم الكتير برضو مضر جدا ليك وبيخليك عرضة اكتر للسكتات الدماغية وللجلطات والحاجات دي كلها. فخليك دايما في حدود النوم المتوسط بالنسبة لك انت، مش بالنسبة لأي حد تاني. بس لو عايز تضيع وقتك اكتر، اسهر ونام متأخر ونام كتير جدا 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 زياده عن احتياجك. حاجه كمان بتضيع وقتك انك تنزل على السوشيال ميديا كل انجازاتك. حتى لو انت مثلا مضيع اليوم كله ونزلت الجيم مثلا ساعه، تنزل انك نزلت الجيم وستوري كبيره جدا 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 عن قد ايه اليوم كان جميل وانك عملت انجازات تحفه وواو، بس في الاخر انت ما عملتش حاجه، انت اليوم كله ضايع، انت بس استفدت منه ساعه من 24 ساعه. بعيدا عن الحسد اللي هو حقيقه بالمناسبه، بس التكلف فيما تقوم به من اعمال بيخليك دايما مشتت وبيضيع لك وقت كبير قوي. بعيدا عن ان انت كل شويه هتدخل تتشيك كده مين اللي كتب لك ومين اللي قال لك، بس كلام الناس ده بيخليك او بيزود فيك غرورك الشخصي، بيخليك دايما حاسس ان انت واو وان انت جامد وان انت عملت فعلا انجازات تذكر، بس في الحقيقه النقص اكبر بكتير من الانجازات. الوقت الضايع في يومك اكتر بكتير من الوقت اللي انت حاسس ان انت انجزت فيه. اعمل بصمت، وفي نفس الوقت شارك اصدقائك بس اللي انت بتحبهم الحاجات اللي انت بتعملها. شجعوا بعض ان انتوا تطلعوا اكبر عدد خطوات سوا. انا كلامي مش قصده خالص ان انت ما تشاركش نهائي او ان انت تخبي، انا ضد المفهوم ده تماما، بس شارك مع الناس اللي انت فعلا هتعرف تطلع معاهم قدام، الناس المهمه بالنسبه لك، الناس اللي هتحب لك الحاجات دي. وشارك على ارض الواقع، شارك في مناقشه حقيقيه، استفيد من خبرات اللي قدامك، استفيد من تجارب اللي قدامك ووجهة نظره في الحياة وفي اللي انت بتعمله وهو بيعمل ايه كمان، وشاركوا بعض التجارب والخبرات. فكده مش هتكون شاركت بغرض المشاركة بس والصورة النهائية، هتكون شاركت واستفدت.
وبالمناسبة احنا كلنا مصابين بداء السوشيال ميديا او بداء المشاركة عامة او بداء اللايكس او الشيرز او الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بتنمي فيك ايجو، بتنمي فيك حب الانا. حاول تيجي على نفسك وتخلي المشاركات دي تخف واحده 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 لحد ما خلاص تحس ان انت ما عدتش حابب اصلا انك تنزل حاجه عن نفسك على السوشيال ميديا. فلو عايز تضيع وقتك نزل كل حاجه بتعملها على السوشيال ميديا. واكتر سبب بديهي بقى في الاخر وهو التليفونات، الاجهزه الالكترونيه عامه والسوشيال ميديا خاصه. لو فكرت حبه كده هتلاقي نفسك محاط بالشاشات من كل النواحي، سواء تابلت او ايباد، سواء مثلا لابتوب، تليفون، اي حاجه هتلاقي نفسك محاط بالشاشات من كل النواحي. مفيش فرصه انك تركز تركيز حقيقي في حاجه حقيقيه لمده مثلا نص ساعه. هتحس دايما انك عايز تمسك التليفون، عايز تقلب في السوشيال ميديا، عايز تشوف البوست ده جاب كام لايك، الستوري دي جابت كام لايك، البوست ده كام واحد شيره، التويته دي عملت كام ريبوست. هتلاقي نفسك دايما عايز تفتح التليفون لاي سبب، حتى لو مفيش سبب واضح، بس دايما هتحس ان انت ايدك بتاكلك كده ان انت عايز تمسك التليفون. كانوا في مره بيسالوا ايلون ماسك في لقاء هو عمله عن الشرائح الالكترونيه اللي ممكن تتزرع في مخ الانسان وتتحكم فيه. كانوا بيسالوه هل ممكن الاجهزه الالكترونيه دي او الروبوتس تكون في يوم من الايام جزء من الانسان؟ قال لهم هو في الحقيقه ان الانسان جزء منه آلة. هو كان يقصد التليفون، فدي حقيقه فعلا الانسان بقى جزء منه آلة، بقى نص انسان نص آلة. مش عارفه ليه بيجي في بالي دلوقتي سايبورغ. لو حد كان سمع كرتون مش فاكره اسمه بالظبط، ايوه اسمه ابطال التايتنز، كان بيجي على كارتون نتورك من زمان جدا جدا جدا. فمش عارفه ليه هو ده اللي جه في بالي لما سمعت ايلون ماسك بيقول كده ان الانسان هيبقى زي السايبورغ كده، نصه انسان ونصه آلة. فده توقعي المستقبلي عن الانسان. والحقيقه ان كل حاجه مصممه دلوقتي ان هي تخليك تقعد على السوشيال ميديا اكتر فتره ممكنه. كل المبرمجين في العالم وكل الخوارزميات بتكتب كل يوم آلاف 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 الأكواد إن هي إزاي تخلي الابليكيشن ده مثير جدا بالنسبة لك أو مثير جدا لمخك، علشان يكريف أكتر أو يبقى حابب أكتر شوت الدوبامين اللي هو بيديهوله، فيقعد على الابليكيشن ده أطول فترة ممكنة. فكل الأكواد دلوقتي بتتكتب إزاي تقضي أكبر فترة ممكنة على الابليكيشن ده. ومخنا مصمم إن هو يديك شوت دوبامين أو إحساس سعادة كده بالحاجات السريعه او بالوجبات الجاهزه السريعه، سواء وجبات سريعه اكل او وجبات سريعه للمخ. يعني شفت ريل خلاص اوكي خد شوت دوبامين دي لمده 5 ثواني تديك سعاده مؤقته، على ما تعمل بصبعك كده فتجيب ريل تاني تاخد شوت دوبامين، وهكذا وهكذا وهكذا. السوشيال ميديا عامه عودتنا على الوجبات السريعه الجاهزه، عودتنا على المعلومات اللي بتيجي في اقل من 30 ثانيه تكون عارفها، على ما يدوب تعمل بايدك كده تنسى اصلا المعلومه اللي انت اخدتها في الاول. فبقى في معلومات كتير جدا في مخك لدرجه ان هو ما بيعرفش ان هو يسترجعها بسهوله، ما بيعرفش ان هو يركز في كل واحده فتره طويله او يدرسها بعمق لدرجه ان هي تثبت في دماغه. لا، كل حاجه بتبقى على الشورت تيرم ميموري، خلاص خلصناها خلاص اوكي انا هنساها دلوقتي ولا كأن في اي حاجه. ومخك مصمم ان هو يبقى عايز الحاجه المريحه، يبقى عايز الحاجه السهله، مش عايز يتعب ان هو ياخد اي حاجه. فبيديك احساس سعاده وبيديك احساس راحه طول ما انت قاعد على السوشيال ميديا، وطول ما انت قاعد ماسك التليفون في اي حاجه مشتت نفسك بيها، فانت دايما حاسس بالسعاده وانت قاعد بتقلب في الريلز او انت قاعد على السوشيال ميديا عامه. فاجبار النفس او اجبار المخ ان هو يقعد يقرا كتاب مثلا، او ان هو يقعد يسمع فيديو مفيد طويل حبه مثلا ساعه ونص مثلا، ان هو يسمع بودكاست، ان هو ياخد كورس مثلا طويل، بقى حاجه صعبه في الوقت اللي احنا فيه ده، لان مخنا خلاص اتبرمج ان هو عايز حاجه سريعه، عايز الخلاصه، عايز نص ساعه، عايز الكراش كورس في الجامعه مثلا، بقى عايز كل حاجه سريعه وبسيطه. لو عايز تضيع وقتك اقعد على السوشيال ميديا كتير، املى مخك بالتوافه واملى عقلك بكل حاجه مش مفيده، وخد معلومات انت مش محتاجها، مثلا ازاي تقطع البطاطس بطريقه مثلثه حلزونيه، ازاي تعمل الوجبه الصينيه من رجل الضفدعه. فحاجات مش مهمه بالنسبه لنا، حاجات مش مهم ان انت تعرفها دلوقتي، معلومات مش مفيده بالنسبه لك. ازاي تغسل السجاده، مش هتكلم. بخصوص الشاشات بقى في حاجه مهمه عايزه اقولها شويه. كان الكاتب كريس بايلي في مره بيقول ان distraction is not the enemy of focus، لا over stimulation هو الانمي اوف فوكس. يعني انت دماغك دايما مستثار، دايما في حاجه خايف لا تفوتك،
دايما عندك the fear of missing out، مخك مركز مع حاجات كتير قوي قوي لدرجه ان هو مش قادر يركز في اللي هو بيعمله، دايما مثار، دايما حاسس ان في حاجه هتفوته، الستيميوليشن بتاعه عالي جدا جدا، مفيش عندك وقت ان انت اصلا تمل او تحس ان انت ملان. دايما الستيميوليشن بتاع المخ عالي جدا، مخك مش قادر يهدى، مش قادر يهدى علشان يعمل بروسيسنج للمعلومات اللي اصلا اوريدي عندك، وفي نفس الوقت انت مش عارف تركز. فبصراحه دي واحده من الحاجات اللي انا معلقاها فوق هنا كده، ان الاوفر ستيميوليشن از ذا انمي اوف فوكس. بصراحه معلقاها من زمان قوي، من 3 سنين مثلا يمكن، بفتكر ان هو لا، بالراحه، مفيش حاجه فايتاك، هدي مخك على قد ما تقدر. فلو عايز تضيع وقتك اقعد على السوشيال ميديا كتير، صح، وتجادل مع اي حد تعرفه او ما تعرفوش، وطبعا طبعا لازم تشترك بقى في اي كورس واي كتاب تقابله لازم تقراه ولازم تحطه في الليسته، ونزل دايما عن اي حاجه بتعملها مهما كانت 5 دقائق في اليوم، وطبعا لازم تسهر وتنام متاخر. بس لو عايز تضيع وقتك لازم تعمل الحاجات دي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. قولوا لي تحت في الكومنتات لو في اي سؤال او استفسار عن اي حاجه قلتها، وبس كده.